السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم حبايب قلبي في ديليشس فود. النهارده ان شاء الله هنعمل الكشري المصري بكل تكاته. الكشري بسيط وكل واحده ليها طريقتها، وانا اتفرجوا على طريقتي وشوفوها، واذا عجبتكم يا ريت تعملوها. تعالوا النهارده نشوف اول خطوه من خطوات الكشري. هنا بسلق المكرونه على النار. عندي مكرونه 3 انواع، مكرونه سباكيتي ومكرونه خواتم ومكرونه بتاعه التحمير الصغيره. بسلقهم الثلاثه مع بعض على النار. وهنا سلقت العدسه وجبه زي ما انتم شايفين، العدس البني سلقته بشويه ميه وملح. وهنا اديني بحمر الرز مع البصله. حطيت بصله في الاول، وبعد ما دبلت شويه حطيت عليها الرز واشتغلت اقلب فيهم مع بعض، يعني بتشغلي 3 عيون في وقت واحد. وهنا اهو انا غاسله العدس الاصفر ونقعاه في شويه ميه، حوالي ربع كيلو عدس اصفر اهو غسلاه ونقعاه في شويه ميه لغايه لما قبل الرز ما يتشرب هنزله على وش الرز. ادي المكرونه اهي بعد ما صفيناها زي ما انتم شايفين، 3 انواع زي ما انتم شايفين اهو. بعد ما صفيناها هنسيبها تهدى. انا رشيت عليها كوبايه ميه بس عشان ايه ما تتعجنش في بعضها، واسيبها تهدى وابتدي اخلطها. هرش عليها مثلا ايه معلقه زيت صغيره واقلبها كويس علشان ما تعجنش في بعضها. ده الرز ده اهو هنا على النار غطيته عشان يتشرب كل الايه الميه، وبعدين هضيف عليه في نفس الوقت حطيت البصله على النار في الطاسه علشان تتحمر، وبعدين هتشربها بالصلصه اللي هي صلصه الكشري المخصوص. هنا اهو الرز اتشرب، قمت حاطه عليه على طول العدس زي ما انتم شايفين اصفر. بعد كده هقلبه كويس قوي لغايه لما يتشرب كمان هو كمان الشوربه بتاعه الرز ويستوي فيها. هنا بحمر البصله او بدبل البصله وحط عليها اهي معلقه توم. معلقه التوم دي بس عشان خاطر تديها طعم كده، كل واحده وايه وذوقها، اللي عايزه تحط توم ماشي، مش عايزه تحط خلاص، بس هو احلاها انك تحطي معلقه توم كده على البصل. اول ما تحمر البصله هتشربها بالصلصه على طول. هنا حطيت التوابل، ملح، كزبره، فلفل اسود، معلقه بصل بودر، معلقه ثوم بودر. الله، ريحه في منتهى الجمال. وبعد كده هتشرب الصلصه على طول. هنا طشيت الصلصه اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده هحط عليها التكه بتاعتي بقى او التركه بتاعتي بقى. هحط عليها معلقتين خل. اول ما تتسبك هحط عليها معلقتين خل اهي اتسبكت زي ما انت شايفه. التركه بقى شويه خل صغيرين كده يدوها مزازه جدا للصلصه، ويبقى الصلصه كده طعمها مزز وحلو قوي. ده بقى البصل اللي هنفرده كده ونعفره بالدقيق ونحمره ونحطه على وش الكشري زي ما انتم شايفين. تفصصيه كده وتعفريه بالدقيق وتسيبيه شويه، وبعدين تنفضيه من الدقيق قبل ما تحمريه على طول. الدقيق بيمص كل السوائل، فلما تيجي تحمريه يبقى ناشف ومقرمش معاكي وشكله في منتهى الجمال زي ما انت شايفه كده اهو. ايوه كده بنفصصه كده حته حته لغايه لما تخليه كله ايه دواير دواير كده، وبعدين تعفريه بشويه دقيق. هجيبي دقيق وعفره بيه كده اهو. حبايب قلبي خلصنا اسهل واسرع طبق كشري. اديكي شايفه اهو المكرونات متدرجه، الاسباجيتي والمكرونه الخواتم والمكرونه الكبيره القلم والمكرونه الصغيره بتاعه التحمير، وادي العدس البني، وادي الرز بالعدس الاصفر بالبصل، وادي الصلصه، وادي البصل المحمر على الوش اهو زي ما انت شايفه اللي حمرناه في الزيت بعد ما عفرناه بالدقيق. صحيح هو الكشري من غير حمص، بس يعني ماشي حاله حلو قوي مش وحش. وده اسرع واسهل طبق كشري واحلى طبق كشري ممكن تدوقيه في حياتك. وان شاء الله يا رب الوصفات بتاعتنا تعجبكم، ولو عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والف هنا وشفا. السلام عليكم.